قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. جئت اليوم إليه وسلمت عليه، فرد السلام بأحسن منه. فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا سمي رمضان بشهر الصبر؟ سمي رمضان بشهر الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. عظيم، عظيم جدا. ولكن ما منزلة الصبر من الإيمان؟ قيل يا بنيتي: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. جميل. والصيام جمع بين الفضيلتين، فضيلة الصبر وفضيلة الشكر. حسنا، فحدثني إذن عن حقيقة معنى الصبر. الصبر يا بنيتي خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به عن فعل كل ما لا يحسن ولا يجمل. عظيم. فما خير عطاء يعطاه العبد المؤمن في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. جميل. فماذا يا ترى عن الصبر؟ يقول العلماء: الصبر يا بنيتي 3 أنواع: صبر المرء على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، نعم. وصبره عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، صح. وصبر على الأقضية والأقدار حتى لا يتبرم بها. تماما، هذا ما يقوله العلماء. فماذا يا ترى عن الصبر؟ يقول الحكماء. الحكماء يا بنيتي يقولون: الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر على ما تحب. صبر على ما تحب؟ نعم، وصبر المرء عما يحب أخف وطأة من صبره على ما يكره. تماما يا فيلسوف. ولكن ما خير جزاء يجزاه في أخراه من أحسن الصبر والصيام في دنياه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. جاء في المورد العذب للبوني رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: من له على الله دين فليقم يأخذ حقه. فيقال: ومن له دين على الله؟ من في صحيفته الصبر والرضا فهو ممن له على الله دين. فتأخذ الملائكة بيد الصابرين إلى باب الجنة، فيقول رضوان: كيف أفتح لكم وما نصب الله ميزانا ولا نشر ديوانا؟ فتقول الملائكة: يا رضوان، أما سمعت قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ فيفتح لهم فيدخلون الجنة قبل حساب الناس. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تود أن تنهي حديث الليلة من كلام يكون فيه مسك الختام؟ خير الكلام ومسك الختام أن نتوجه معا إلى الله جل علاه بخالص الرجاء وصادق الدعاء. يا رب، يا علي يا قريب، يا رب، يا رب، يا سميع يا مجيب، يا رب، يا فتاح يا صبور، يا رب، يا عفو يا غفور، يا رب، يا وهاب يا شكور. اجعل الصبر حصننا الحصين. إنا دعوناك فاستجب آمينا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.